السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة ومباركة عليكم بإذن الله تعالى. الأهلي في مواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية، وفي حالة فوز النادي الأهلي على أوكلاند سيتي إن شاء الله بإذن الله الأهلي يواجه ساندرز الأمريكي إن شاء الله. وفي حالة فوز الأهلي يبقى البطل مع البطل، أول أوروبا او الاول في العالم مع الاول في افريقيا، الا وهو النادي الاهلي وريال مدريد. وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله فيما هو قادم في بطولة كأس العالم للأندية ان شاء الله. وتدعمونا، واللي بيشوفنا واول مرة يشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة تكرما من سيادتك من حضرتك. تفضل علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. والاهلي وضعف الادارة. الاهلي بعد مواجهة المصري امبارح بالامس ووليد عبد الرازق الحكم اللي هو كاره نفسه، حكم كاره نفسه، حكم ما كانش معاه انذارات، لكن لو معاه مطوة كان غز بيها لاعيبة النادي الاهلي علشان يخلص منهم. زي واحد مهرتل كده، مهرتل وبريالة طالع على قناة نادي الزمالك اسمه ايهاب الفولي، طالع بيتريق على النادي الاهلي وعلى كابتن سيد عبد الحفيظ، وبيهاجم في الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبيقول ان الكابتن بيقول سيد عبد الحفيظ، وما قالش الكابتن، مع ان الكابتن سيد عبد الحفيظ جاب بطولات للنادي الاهلي وكان لاعب في منتخب مصر، واحسن مدير كرة في مصر كلها حاليا هو الكابتن سيد عبد الحفيظ المدير الكرة للنادي الاهلي. ايهاب الفولي بيهرتل وبيقول ان سيد عبد الحفيظ نزل يشلح وكأننا بنلعب في جرن في الزراعة، ولو معاه سنجة ومطوة كان ضرب بها الحكم. وانا شايف ان جريندولي ضربة جزاء. يا اخي والله افلح ان صدق، والله انت كذاب وبريالة وطالع تهرتل علينا علشان ان بيسمعوك يصدقوك. ازاي جريندو هو ليه ضربة جزاء اساسا ومحمد الشناوي شايل الكورة ولاعب نازل على الارض شايل الكرة بايده مطلعها بره او متغير اتجاهها الناحية التانية، وبيقول لك دي جريندولي ضربة جزاء؟ طب هل يا ترى يا ايهاب يا هرتول انت واللي معاك في قناة الزمالك دلوقتي لما شفت حاجب مجدي قفشة بعد المباراة اللي واخد فيه اكتر من 10-11 غرزة، ده بالنسبة لك ايه؟ جمال الشريف طلع فضح وليد عبد الرازق امبارح، ومستنيين كلاتنبرج يقول لنا ايه اللي هيحصل مع وليد عبد الرازق على اللي عمله ده في الوقت بدل الضايع. لما حسب فاول لديانج قعد دقيقتين كاملين ما تلعبش فيهم حاجه وجاد يقوم ويقع، وفي الاخر راح حاسب لنا كام يا جدعان؟ حوالي 40 ثانيه بعد الست دقايق. اللي طالع واحد زي ايهاب الفولي برضه بيقول لك ما هو مدي لك 6 دقايق. هو فين الوقت اللي ضاع في الست دقايق؟ فين الوقت اللي ضاع؟ امال انت مع الاتحاد الاهلي الزمالك مع الاتحاد لما ادوله 5 دقايق وقت بدل ضايع، مع ان بصراحه انا كنت شايف الاتحاد لا ضيع وقت، وبالعكس هو اللي كان راكب المباراه فريق الاتحاد، ولا حارس المرمى بتاع الاتحاد الله يبارك له بصراحه لا ضيع وقت ولا عمل حاجه، وادالك 5 دقايق وحسب لك حسبة 5 ثواني زياده، مع ان اساسا الماتش كله ده هو حتى المعلق نفسه في المباراه قال لك ممكن يدينا وقت 3 دقايق لان احنا ما شفناش حاجه في المباراه نهائي. لكن لعيبه المصري الاوت بيلعبوا بعد دقيقتين، الاوت يطلع بره. ووليد عبد الرازق انا زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه اللي هو نازل عايز يطلع مطوه ويضرب لعيبه النادي الاهلي بيها، ويقول لك ادي ده كارت احمر وده كارت احمر. هو اساسا متولي عمل ايه علشان تديله انذار؟ نفسي افهمها، نفسي افهمها والله بجد. ده جمال الشريف فضح وليد عبد الرازق امبارح. جمال الشريف الحكم السوري الاول في المستوى الاول على العرب اللي حكم 3 كاس نهائي، 3 في نهائيات كاس العالم على التوالي، هو جمال الشريف. جمال الشريف فضح وليد عبد الرازق، قال لك دي لو مش ضربة جزاء امال ايه اللي تبقى ضربة جزاء؟ ايه اللي ضربة جزاء على كرة مين؟ كرة قفشة اللي محمود جاد واخده بالبوكس، ده بيلعب ملاكمة، ده بيلعب ملاكمة. اللي طالع احمد الشناوي اللي هو بينفذ تعليمات مرتضى منصور بعد مرتضى منصور بهانه وبهدله ومسح بيه الارض وقال لك ما يجيش
ما يلعبش، ما يطلعش على قناة اون تاني. احمد الشناوي ابو عمرو افندي الشناوي طالع بيقول لك لدرجة ان هو كان هيتخانق مع الكابتن عماد متعب في الاستوديو. الكابتن متعب بيقول له يا كابتن ازاي دي مش طرد، داخل على رجل قفشه هيكسرها مش طرد، ودي مش ضربة جزاء ازاي، ده فاتح له حاجبه وخد بعد المباراة كام غرزة. قال له ده احتكاك طبيعي. وفي الرجل قال له ما هي رجله ما اتكسرتش. لا اسم الله والله كنت عايز رجله تتكسر بقى يا كابتن يا شناوي يا اللي بتنفذ التعليمات، علشان يرضى عليك واحد زي مرتضى منصور. يرضى عليك واحد زي مرتضى منصور، انت بتنفذ تعليماته، انت بتنفذ تعليماته علشان يرضى عليك واحد زي مرتضى منصور. كنت عايز رجل اللاعب تتكسر، اهو يقول لك ليه قال ايه ما هو رجله ما اتكسرتش. لا والله. امال الحكم الامريكي اللي كان في مباراة الهلال السعودي والاهلي في كأس العالم للأندية السنة الماضية لما طرد 2 من لاعيبة الهلال، يعني على فكرة الاهلي الحكم لما طرد 2 لعيبة ما كانش فيه رجل من لاعيبة النادي الاهلي اتكسرت في المباراة ولا حاجة، ما كانش فيه رجل من لاعيبة النادي الاهلي اتكسرت ولا حاجة. ولكن سبحان الله في ناس تحب تنفذ التعليمات. ووليد عبد الرازق ده بالذات انا متاكد ومتيقن مليون في الميه ان في حد كان مكلمه علشان خاطر يدي متولي انذار. ياسر ابراهيم اتصاب ممكن ما يلحقش مباراه الزمالك، وضغط كمان في المباريات في الجدول. يعني عامر حسين ما عرفش عايز ايه من النادي الاهلي. بيلعبوا مباراه يوم النهارده مثلا، امبارح الاهلي لعب مباراته مع المصري، سموحه لعب اليوم اللي قبل منه، سموحه هيلعب الاهلي في نصف النهائي الكاس يوم الثلاث مع بعض، الزمالك هيلعب يوم الاثنين، الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض في الدوري يوم الاحد، يوم السبت يعني الاهلي يقعد اربع وخميس وجمعه ويلعب السبت مع الزمالك يوم 21، يوم 21. ولكن النادي الاهلي ما بيعترضش، وضعف الاداره هيودينا في داهيه مع واحد زي عمرو حسين والحكام، اللي الحكم لما كان بيحكم مباراه للاهلي كان بيجي باللبس مكوي وفرحان ومبسوط علشان ان كله هيحكم له او هيحكم النهارده مباراه للنادي الاهلي، كله بيبقى عامل له حساب. لكن للاسف دلوقتي الحكم عايز يبقى شايل مطوه علشان يخلص بيها على لعيبه النادي الاهلي. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم.